بسم الله الرحمن الرحيم. قبل ما نبدأ أي حاجة طبعا هنسمي الله ونصلي ونسلم على رسولنا الكريم عليه الصلاة والسلام. ونبدأ مع بعض طبعا الفيديو. لو عندك طبعا أي لبن عندك في التلاجة ممكن نعمل بيه كل القراقيش اللي انت شايفاها دي. أقولك على المكونات، بس قبل ما أقولك على المكونات هنسمي الله ونصلي على الرسول. واللي مش حاطط اللايك ياريت يحط اللايك، واللي مش مشترك عندي في القناة ياريت يشترك ويفعل الجرس علشان يوصلكم مني كل جديد. ويلا نقول المكونات بتاعتنا النهاردة. معانا كيلو من اللبن. طبعا زي ما قلتلك، لبن عندك في التلاجة قديم او لبن جديد هو بينفع للوصفة بتاعتنا النهاردة. معانا ربع كيلو سمنة. معانا معلقتين كبار من السمسم. معانا 2 كيلو دقيق. طبعا الخميرة بتاعتنا احنا عاملينها كده في معلقة لبن على ربع معلقة سكر صغيرة علشان تتفاعل معاها وتتخمر، علشان تخمر معانا العجينة بسرعة. هننزل كده بالسمنة. السمنة دي مقدوحة جامد، بس انا سبتها على بال ما تبرد شوية علشان تنزل كده على الدقيق، تتشرب كل الدقيق بتاعنا. بعد كده هننزل برشة الملح. ونقلب في العجينة علشان ندمج كل الحاجات دي مع بعض، والسمسم ننزل بيه كده على السمنة قبل ما تدخل في اللبن، علشان خاطر احنا بنعمل كده علشان السمسم ما يتفرطش مننا واحنا بنفرد القراقيش بتاعتنا، علشان خاطر يدخل بقى في كل المكونات. بعد ما عجنت بقى وحطيت اللبن ودمجتهم كلهم ببعض، بتبقى معايا العجينة دي زي ما انتوا شايفينها كده. شايفين عجينة سهلة جدا وطرية وجميلة، واقدر اشكلها كده زي ما انا عايزة. بعد ما خلصت كل العجينة بتاعتي زي ما انتوا شايفين كده، وبقت معانا طرية وجميلة كده اهي، انا بدأت اقطعها كده زي ما انتوا شايفين. بعد كده بعد ما قطعتها زي ما انتوا شايفين كده، انا هبدأ اشكلها كده قطع متوسطة، لا هي كبيرة قوي ولا صغيرة قوي. هقطع معاكم كده 2 3. وبعد كده هكمل بقى العجينة، علشان خاطر ما طولش عليكم، وبعد كده هنشوف هنفردها بقى مع بعض ازاي ان شاء الله. بعد ما اقطع 2 3 كده معاكم، هسيبها بقى ترتاح حوالي ربع ساعة كده، وبعد كده نرجع نشوف هنشكلها مع بعض ازاي ان شاء الله. يلا بقى ما تنسوش الصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام. اللي متابع الفيديو لحد دلوقتي يصلي على النبي عليه الصلاة والسلام. زي ما انتوا شايفين كده بدأت تتخمر معانا. بعد ما سبتها يعني ربع ساعة، بعد كده بتكون معانا بالشكل ده، يتضاعف حجمها طبعا اهي. كده حجمها اتضاعف. شايفين عاملة ازاي بتتفرد معايا. بعد ما سبت العجينة طبعا زي ما قلت لكم بتتفرد وجميلة جدا اهي. هنبدأ نشكلها مع بعض دلوقتي بإذن الله. اهي شايفين العجينة انا سبتها لما خمرت قوي اهي، بقت زي ما انتوا شايفين كده. هبدأ بقى افردها معاكم. جربي بقى الطريقة دي وان شاء الله هتعمليها على طول لولادك. انا طبعا بقول لكم كده علشان خاطر لو عندك لبن، كلنا بيبقى عندنا لبن في التلاجة ما بنبقاش عارفين نعمل بيه ايه، ممكن تعجني بيه شوية قرص، شوية قراقيش زي اللي انا بعملهم دول. بيكون معاكي طبعا خير الدنيا، يعني بدل ما تشتري مثلا عيش فينو وتشتري حاجات من بره، لا قومي اعملي الحاجات دي بتبقى حلوة قوي. وكمان بتستغلي بقى اللبن اللي عندك في التلاجة. كمان لما اللبن بيبات يوم واتنين بيبقى حلو جدا في العجين، صدقيني يعني جربي وقولي لي رأيك ان شاء الله. انا هفرد معاكم العجينة كده لغاية ما تبقى قد بعضها كده اهي. بدأت اسوي فيها. شايفين بتتفرد بكل سهولة ازاي.
وشكل بقى السمسم فيها كده يا سلام، بيديها طعم جميل جدا. شايفين مفيش ولا حباية سمسم واحدة طلعت مننا. ليه؟ لان انا حطيت السمسم على الدقيق على السمنة، فبدأ يدخل بقى في السمنة وانا بعجن كده، فما يخرجش ابدا ويتفرط مننا. للناس يعني اللي بتخاف السمسم يتفرط منها وهي بتبطط القراقيش او بتفردها. كده بقت معانا التقطيعة اللي انتوا شايفينها دي بقى ممكن تحشيها اي حاجة. هروح بقى اخبزها ونشوف شكلها هيبقى عامل ازاي. وده شكل القراقيش بتاعتنا اهي بعد ما طلعناها بقى من الفرن. شايفين جميلة ازاي اهي. بتتفتح معانا بكل سهولة. تقدري تحشيها مربى، تقدري تحشيها جبنة، تقدري تحشيها اي حاجة لولادك، او انت تغمسي بيها بقى شاي، اي حاجة بيبقى طعمها زي العسل. جربي. وكده يكون الفيديو بتاعنا انتهى. اتمنى طبعا من كل مش مشترك عندي في القناة يشترك. انا رحمة من قناة اسرار الطبخ مع رحمة. اتمنى اكون ضيفة خفيفة على قلوبكم، واشوفكم في فيديوهات تانية. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.